بما ان انا واحده بعشق الباستا بكل انواعها، فبالنسبه لي بينك صوص باستا دي جت حلت لي المعادله الصعبه. طبق واحد كده فيه ميكس فليفرز رهيبه، في طعم الصوص الابيض والصوص الاحمر للباستا، وبجد طعمه حلو قوي وكريمي جدا، وفي الاخر ما بياخدش اي وقت. في حله فيها ميه بتغلي وملح هنحط فيها المكرونه ونسيبها تستوي 3/4 سوا بس، وفي طاسه على نار عاليه نحط فيها شويه زيت وننزل بقى عليها فراخ متقطعه مكعبات صغيره، ممكن نحط مشروم، ممكن نحط لحمه، ممكن ما نحطش اي بروتين خالص. واول ما الفراخ لونها يغير كده وتخش في السوا هنحط بقى التوابل، ملح وفلفل، توم وبصل باودر، بابريكا، وبهارات فراخ، وهنزود توم مفروم وبصل متقطع مكعبات صغيره. هنشوح بقى كل الكلام ده على نار هاديه وننزل معلقه كبيره من صلصه الطماطم، وهنزود كمان كوبايه من الميه السخنه المغليه، ونسيب بقى كل الكلام ده على نار هاديه لحد ما الطماطم تتسبك والصوص يبقى عامل كده. هننزل بقى دلوقتي كوبايه من كريمه الطبخ او اللي هي كوكينج كريم، والبديل بتاعها هيكون لبن مع شويه كده من القشطه، وبقدره قادر وسبحان الله الصوص كده اتحول من ريد صوص لبينك صوص خلاص. انا بحب بس ازود لها كده شويه من الجبنه الموتزاريلا عشان تكون كريمي اكتر. بعد كده بننزل بقى المكرونه بعد ما تكون اتسلقت 3/4 سوا، وباكد تاني 3/4 سوا بس عشان لما نقلبها دلوقتي في الصوص تكمل سواها وتبقى طعمها اغنى. وبس كده، هي خلاص كده خلصت. بجد كان طعمها رهيب كالعاده، لازم تجربوها.